كلنا بنتعرض لمواقف بنكون فيها قلقانين ومتوترين، فبنقول ان احنا عندنا anxiety. الحقيقة ان مش كل الناس بيكون عندها anxiety بمعنى الديس اوردر او الاضطراب، لكن في الطبيعي ان احنا كلنا بنعدي في مرحلة من مراحل حياتنا او في وقت من الاوقات بالانكزايتي دي. فالانكزايتي هي حاجة عادية بيمر بيها ناس كتير، ولكن لما القلق والتوتر بيزيد عن حده وبيطول عن 6 شهور مع الشخص، بنقول ان الشخص ده عنده anxiety disorder. النهارده معايا ومعاكم شخصية لذيذة جدا، هي اتشخصت اوريدي، مش مني، من طبيب نفسي شخص انها عندها anxiety disorder. فحابين نعرف معاها امتى بالظبط حست بالانكزايتي وايه هي الاعراض بتاعتها، علشان نبقى فاهمين انه ده ديسوردر او انه اي حاجه تانية هي بس قلق وتوتر وبيروح لحاله عادي جدا. مساء الخير. مساء النور. ممكن تعرفينا بنفسك كده من غير اسم؟ انا عارفه فمفيش مشكله. عمري 34 سنه، انا ام لولدين، بشتغل بمدرسه بالاداره، بس عندي بزنسز. بشتغل رسامه ب استوديو، ان ارت ستوديو. بشتغل وعندي كمان my own business related to events and management. فأنا بطبيعتي إنسانة كتير بحب الناس وكتير I love to socialize وبحب كون بمجتمعي. عندك حضور؟ عندي حضور. هل انت طول عمرك كنتي سوشيال؟ يعني من كنتي في الجامعة وكده طول عمرك سوشيال؟ نعم، أنا إجمالا يعني على طول كنت سوشيال، على طول عندي أصحاب، كنت كتير بحب أطلع وروح وأجي. وأنا برج القوس، يعني أنا معروف من برجي إنه فيك تقولي إنه very social very oriented. social. أيوة. I love adventures. I love people. I'm a people's person. فبطبيعتي أنا هيك. جميل. طيب خلينا نبتدي كده. إمتى بدأتي تلاحظي إن القلق والتوتر ابتدوا يزيدوا عن المعدل الطبيعي في حياتك؟ يعني مش بس it's not just anxiety عابرة زي ما احنا بنقول، لكن حسيتي إنه لأ، إيه ده ده زاد عن حده. هلا أنا بلشت معي القصة، كنت بالجامعة، عم بدرس بالجامعة. كنت بعتقد تاني سنة جامعة، كان لسه عندي 2 لأتخرج. فمرة بالمرات كنت قاعدة بالصف، ولا بني شيء، completely normal. I had a good day, I had a good morning. قاعدة هيك، فجأة حسيت قلبي بدق بسرعة كتير كتير كتير. حسيت إنه نفسي ضيق، حسيت إنه بلشت أعرق، اتوتر for no reason. يعني قاعدة مركزة مع الأستاذ بالصف، وفجأة حسيت بهالأعراض. حسيت خلص إنه أنا ما بقدر ضل قاعدة على الكرسي، خلص I need to get up. توترت توتر فظيع، وحسيت إنه مثل كأنه I'm getting a heart attack. يعني هذا الشعور اللي إجاني بجوا الصف. أنا إنسانة شوي بتخاف على الهيلث تبعي، يعني إنه إذا صار معي شيء غريب إنه لا why am I feeling this way. فدغري هيك قمت بنص الصف، طلع علي الأستاذ قال لي إنه استغرب إنه شو بكي مرح. قلت صرت أعمل هيك إنه عم بهوي، قلت له إنه I'm not feeling well. صرت أعمل هيك، رفيقتي حدي مسكتني قالت لي أوكي، قال لها إنه بليز طلعي. طلعنا من الصف ورحنا على الER. قلت لها إنه بليز I need a doctor. حسيت خلص، يعني حسيت قلبي رح يوقف، ما بعرف شو صار لي. المهم رحنا على الER. وفحصوني وكل شيء، فحصوا لي قلبي وعملوا لي هيدا. قالوا لي إنه في صوت بالقلب مش مزبوط. check a cardiologist. Long story short, I checked a cardiologist. طلع عندي congenital disorder in the heart يلي I'm born with it basically. It's very normal. A lot of people are born with it. It heals with time and sometimes it doesn't heal. It's not a big deal يعني depending on certain aspects. المهم my case was fine، يعني عادي. It might cause مثلا يعني بعد تشخيصي it's called AST what I had. قالوا لي إنه it doesn't cause هيدا الشعور اللي أنا حسيت فيه، اللي هو التوتر، دقات القلب السريعة، اللي حسيت إنه قلبي رح يوقف. قال لي إنه okay this is not the reason why you had what you had in class.
فطبعا شو بقول للحكيم you're probably stressed. فترة بعد فترة صارت تصير وتصير. فأنا ما كنت أفهم إنه what's this stress I'm stressed, maybe I have a lot of work, maybe I have too much to study, exams, projects المهم صارت تصير معي gradually تزيد يعني مثلا ممكن كل 3-4 شهور تصير مرة again تصير مرة لحديت ما تخرجت. مع ستريس يعني كان كل مرة بيحصل لك فيها بس أنا I wasn't كان بيبقى في stressed. ستريس؟ لا. فالحكيم قال لي إنه أنت you're stressed, أنت مضغوطة من الدرس من البروجكت فخلص أنا in the back of my head أنا I'm stressed, this is why I'm having these feelings. المهم fast forward اشتغلت بلبنان 2 سنين. بآخر 2 سنين شغل حسيت إنه okay it's time for me to change my career. فقلت خلص أنا I'm going to move, I wanted to look for a job in Dubai وين أهلي عايشين وبدي يكون قريبة على أهلي, فخلص I'm going to move to Dubai. فقدمت استقالتي بالشغل وقدمت على شغل بالإمارات. إجاني شغل وكان في وقت لحتى يعملوا لي my paperwork اللي هو الفيزا. الفيزا أخذت وقت كتير, مفروض الفيزا تاخد 2 to 3 weeks, it took 3 to 4 months. كنت أنا already مقدمة استقالتي و already خلص قاعدة بالبيت, يعني قعدت بالبيت فترة 3 to 4 months. just stressed you out. Exactly, just waiting for my visa. اليوم بتطلع, بكرة بتطلع, بعد شوي بتطلع, وأنا اتعودت إنه أنا خلصت شغلي, عفواً تخرجت من المدرسة دغري بلشت شغل, يعني I didn't have a break of me just chilling. دغري بلشت شغل وشغلي كان kind of not stressful, but I was always busy. I always had something to do. Whether in the morning, whether after work, friends, weekend, يعني I always يعني I was هيك على طول عندي شيء أعمله. فالمهم these 3 to 4 months were the worst. كنت حس ما بعرف ليش, إذا هو ممكن فراغ, ممكن لأنه كنت كتير مشغولة إن فجأة وقفت ما عندي شيء أعمله, صار يجيني slowly هالأعراض اللي كنت أحكي مع دقات القلب, I can't breathe, اللي I can't properly sleep, I feel weak, I stopped eating, I lost 10 kilos بهالفترة 3 to 4 months. It's يعني فيك تقولي unexplained, يعني I didn't have a solid, very important reason for me to go through what I went through. صار يجيني خوف أركب سيارة لوحدي, يجيني خوف أطلع من البيت لوحدي. I was worried all the time something is going to happen. على طول كان هيدا إنه لا what if أنا رحت هلأ مع أصحابي وصار معي أنا وأصحابي بالقعدة هيك anxiety attack or this panic attack while sitting in public وأنا I'm completely fine. What if أنا while I'm driving it happened to me. What if أنا I slept alone وما في حدا معي بالبيت وصارت معي. صار كتير الوات ifs تزيد, يعني كل شغلة always what ifs. exactly صارت كل شغلة what if وبلكي. فكتير ضايقني هالموضوع. فأنا من النوع إنه لما كتير اتضايق ويصير معي ستريس بوقف أكل, فضعفت 10 كيلو بهال3-4 شهور, وأنا كنت فترة مثل ما قلت ناطرة الفيزا والوراق ليخلصوا. المهم طلعوا الوراق very nice, اوكي حجزنا تيكت على الامارات, خلص نحن مسافرين, رحنا على الامارات, قعدوني الشركه باوتيل حد المكتب لانه المواصلات بالامارات كتير صعبه, واهلي كانوا ساكنين بعيد عن الشغل. هلا هن مش بعد, هن كتير قراب كانوا, بس اكيد كلكم تعرفوا الزحمه بالامارات مش طبيعيه, يعني من بيت اهلي على الشغل ممكن تاخذني 2 ساعتين الصبح, بس بدون زحمه بتاخذني 10 دقائق. فقعدت بالاوتيل اللي هن قالوا لي عنه. فكمان هون it was very bad. I was alone in a hotel, in a new place, new people, new company, new phase in my life. أنا كنت صار لي 6 سنين بلبنان, فتعودت على أجواء لبنان. فبس رجعت على الإمارات, مع إنه أنا مواليد الإمارات, بس حسيت إنه ما بعرف I didn't feel comfortable. و it was very new, يعني كل شيء جديد. فصار يجيني كتير شعور قوي بالتوتر, يعني لما أكون أنا I'm at work I'm fine, when I'm around people حس حالي أوكي. لما أرجع على الأوتيل اتوتر, اتشنج,
سدي نفسي I don't want to eat. على طول كنت بوقتها انه انا وجوزي كنا بعدنا ما خطبنا، بس كنا على طول على تواصل. افتح اللابتوب تبعي قل له بليز خليك فاتح، كان سكايب بوقتها، قل له بليز كيب سكايب اوبن بس until I fall asleep لانه موتره ما بعرف. وثاقبت قعدوني بغرفه الاوتيل كان كله اسود وما في يعني اللايتس عندهم كانوا هيك لامب هون يعني ما في اضاءه بالاوضه. فاي feel dark و I'm in a dark place. يعني حسيت انه my soul is يعني هيك عم تمعسيها. I was only okay when I leave the room. When I'm outside يعني هيك اطلع اخذ نفس اوكي. Sometimes I used to call my mom على الساعة 9 10 بالليل، ماما الله يخليكي بليز come sleep over. تيجي امي لعندي to sleep over in the hotel. هلا هن عطوني فترة اوتيل 3 months عفوا 3 weeks عبين ما انا انه خلص اوراق اللايسنس، اطلع لي سيارة عشان ارجع عند بيت اهلي وخلص صير سوق على الشغل. فذات period كان كتير صعب، كمان خاف سوق وخاف اطلع لوحدي و what if this happens what if صابني مرتين لما كنت بالإمارات something called I think it's called a brain zap، يلي هو بتحسي كهرباء من فوق لتحت in 2 seconds. يعني عندي 1 2 صابك الكهرباء وراح. يعني that was so scary to me. أنا حس إنه خلاص I'm gonna die. هيك توتر I'm shaking I'm just not at ease. شوي بلشت أتحسن. ما I didn't do anything unusual. صرت أعمل رياضة كتير وبلس لأنه بلشت شغل فبلشت I had to focus و I was busy فبلشت شوي الموضوع يطلع من راسي. انتي لما الموضوع حسيتي انه والله انا لما بشتغل والفوكس بتاعي في الشغل فابتدى القلق والتوتر يقلوا، هل ربطتي ده بانه القلق اللي عندي ده ممكن يكون افكار اقدر ان انا اتحكم فيها؟ هل جاء على بالك ما بعتقد لانه انا كمان بهديك الفتره كنت كتير I'm googling my symptoms searching about it وكل شيء بتشوفيه اونلاين anxiety you have anxiety. فما يعني ما طلعت خلص الفكره انه انا انسانه عندها anxiety. دي مشكله. So I labeled myself with the person that has anxiety. ومش انه عشت الشعور بس خلص عرفت انه انا انسانه على طول عندي توتر. ونحن شوي it kind of runs in the family. هلا it wasn't مشخص مع حكيم مثلا، مع امي كان عندها شويه اضطرابات مش يعني انه قلق يعني وشوي من عائله امي بس يعني nothing major. It's kind of inherited يعني هيك شيء. فخلص in my head انه ما رح in my head انا عندي anxiety I'm stressed و I'm always anxious. بس بلشت اشتغل صرت مشغولة وخلص I'm busy I have things to do. صار عندي a circle of friends still يجيني كل فترات هالانكزايتي بس not as intense. تجي شوي وتروح تجي شوي تروح خفيفة تقيلة. I feel safe when I'm with people when I'm around people عشان ارتاح انه انا I'm safe if something happened to me نسرين is next to me to help me. إذا أنا وقعت نسرين حد تمسكني. أكون لحالي لا، كنت خاف أكون لوحدي. طب وفي الأوقات اللي كنتي تبقي فيها لوحدك كان بيحصل لك؟ اتجنب إنه أكون لوحدي. صرت خاف من السواقة، خاف أركب سيارة. وبلس أنا بمجال شغلي اللي كان بدبي أنا كنت سيلز ريبريزنتيف، فأنا كان مجال شغلي إنه أنا سوق. بتلفي كتير. بلف كتير. ففي كتير أيام بالسيارة دق كان خطيبي يعني دق له إنه بليز بس احكي معي أنا متوترة يعني بليز هيلب مي أنا I'm having an anxiety I'm having a panic وأنا I'm driving in the middle of the highway وhighways دبي are not easy. هيك كان يصير معي on and off يعني ما كان في شيء fixed comes and goes بس it was very يعني regular. عرفتي يعني مش انه مره كل 3-4 شهور لا يعني once a week I would say. اوكي. المهم خلصنا اوكي. فبعدين انا خطبت وصرت على باب جواز وجوزي عايش بالكويت وخلص انا بدي روح على لبنان نعمل عرسنا ونتجوز وانقل على الكويت. فانا قدمت استقالتي من الشغل محل ما كنت اشتغل وخلص انه انا I'm leaving لانه I'm starting a new chapter.
اوكي نزلنا على لبنان وكان very nice و happy moments و I'm getting married و spotlight on you as a bride to be وكله كتير في حلو. اللحظات دي ما كنتيش ما كنت anxious او اي حاجه؟ لا بالعكس كنت كتير مبسوطة و excited إنه أنا I'm spending the rest إنه خلاص حأتجوز اللي بحبه اوكي. تجوزنا نقلنا على الكويت وكل شيء. أول فترة كان كتير حلو لأنه الهانيمون فيز يلي هو أنت عم بترتبي بيتك، عم بتزبطي، عم تروحي، عم تستكشفي البلد، عم تتعرفي على بلد جديد. أنا الكويت بحياتي ما كنت فايتت لها، ما بعرف شيء عن الكويت، واهله كتير محبين وكتير يعني حسيت حالي طلعت من بيت فتت على بيتي يعني ما كان شيء كتير غريب علي. فكنت مبسوطة. بعدين بلشت فترة شوي ترجع لي الانكزايتي هيدي من بعد مثلا 3-4 شهور جواز وقاعدة بالبيت what am I going to do, am I going to look for a job، انه شو بدي what's my next step. هون بلشت ترجع شوي. طب هل بقى معلش الحتة دي تفتكري ايه اللي خلاه يرجع؟ هل في مثلا يعني انت برضو انت بعيدة عن اهلك صح في الكويت؟ صح. فهل ده كان مؤثر عليكي؟ ما بعتقد لانه انا كنت مبسوطة يعني كنت I was happy I was excited I was هيك كنت بشيء جديد وشيء كتير حلو يعني عرفتي. فما كنت حاسة انه انا I want my family. اكيد كنت مشتاقت لهم والحمد لله يعني هني بالامارات بروح وبرجع وقت ما بدي، بس انه ما حسيت انه لأنه أهلي مش حدي أنا I'm feeling that لا. فالمهم شوي رجعت ترجع لي. It started coming back slowly. لا صارت أكتر وأكتر. صرت I feel it on a regular basis. يعني هيدي after أنا 3 months 4 months من الزواج والرجع على يعني بعد 3-4 months من ما نقلت على الكويت، ويمكن لأنه صرت حس في فراغ ما بعرف عن جد ما بعرف يعني I can't tell. مهم بالأخير لقيت شغل بمدرسة وبلشت أشتغل بالمدرسة. it's not a stressful job مثل الشغل اللي كنت فيه بالإمارات. لا it's easy going, it's flexible, it's nice, it's fun. ما حسيت إنه في stress. وبالنسبة لشغلك كفنانة الدروينج وكده ايه وهلا بخبرك عنه هذا. اوكي فرجعت الحته الفنيه دي مهمه. هي اهم شيء. فالمهم صارت تزيد الانكزايتي زياده عن اللزوم. صارت تصير يعني مره بالاسبوع، مرتين بالاسبوع، 3 مرات بالاسبوع، يوميا يوم الصبح يوم الظهر يوم عشيه، يعني كل شوي I'm just anxious on all the time I'm anxious. لحديت ما هيدي من بعد طبعا 1 أو 2 سنين قعدت هون بالمدرسة ومع جوزي وببيتنا وكل شيء. خلص حسيت انه احكي مع امي انه طبعا على طول كنت احكي مع امي اللي ماما انه انا مش مرتاحة I'm not feeling well I'm not okay. حس انه بس بدي اروح على المستشفى انه انا حيصير لي شيء، حس حالي خلص انا رح موت، اعمل هيك اتوتر ما بعرف شو يصير لي. I cannot explain هالشعور البانيك والانكزايتي اللي كان يصير لي. عم بقول لك on a daily basis على فترات كتير طويلة. فأمي قالت لي إنه أنت you have to take medication لأنه ماما اجت فترة أخذت medication. روحي شوفي الحكيم. دي أكتر فترة من كلامك إنه it's on daily basis ما حصلتش قبل كده. صح. هي حصلت وقتها قلت لك وقت نقلت من لبنان على الإمارات قعدت فيها بالأوتيل. يعني هي كانت شوي صعبة بس دغري يعني I overcame it. بس هي it was longer over a period of 2 years on a regular basis وintense وما كان عندي سبب يعني احكي مع اختي الا مير انه اختي I'm not comfortable ما بعرف there's something wrong I'm not okay. متوترة I'm stressed I'm scared I'm not happy I'm just في شيء مش مزبوط. بتقلي انه انت اللي عايشة عيشتك لازم يكون عكس ما انت لازم تكوني فرحانة و you're grateful و you're satisfied وتكوني يعني you're blessed وعم تشكري ربك على النعم اللي انت فيها، مش انت اللي عم تعملي مش اللي عم بيصير معك. موضوعك بطل it's not controlled anymore. انت you're not being able to control it you need to see a doctor. فوقت امي قالت لي انه you need to see a doctor لازم تشوفي حكيم، خلص حسيت انه yes I must see a doctor و yes I must take medications.
طبعا انا يعني كنت مني كتير مطلعه على موضوع الادويه اللي بياخدوها الناس اللي عندها anxiety. المهم جوزي ساعدني بموضوع انه نشوف حكيم، وشفنا دكتور بلا ذكر اسامي، وهو is a psychiatrist and he's one of the top psychiatrists here in Kuwait. luckily انه هو بيكون صاحب زوجي، فاخو صاحب زوجي، فالموعد اللي اعطونا اياها اول شيء لما دقينا على الكلينيك انه لبعد 4 شهور. طبعا انا انطر بعد 4 شهور اكيد كنت ما بعرف شو صار فيني. قلت له نو واي. فاضطرينا نحكي مع اخوه، الاخو يحكي مع الدكتور دايركتلي انه اوكي تعي in the next 2-3 days، ورحنا وحكيت له كل شيء بالتفصيل. يعني I went to him حامله بوكلت حاطه كاتبه bullet points of what I feel بالضبط. I feel uneasy، متوتره، I'm shaking. I feel بتذكر one of the things I told him، قلت له بحس فيه، بتعرفي الموتور السيارات it's vibrating جواتي، قل له حسي في موتور جوا I'm vibrating from inside. بحس حالي انه I want to cry all the time. I'm tensed. I'm dizzy. I'm just مش مرتاحة. فخبرته كل شيء، يعني I wrote them down قبل ما اروح لعنده، وكتبت له قلت له انا I feel A B C D E F G. وانا رحت لعنده قاعدين مثل ما نحن قاعدين هيك، فتحت الكتاب. طبعا هو انبسط بس شافني انه انا فاتحه كتاب وكاتبه النوتس، قال لي I'm very happy to see انه you wrote everything down. بالاخير وعم بياخد نوتس، بالاخير بيقول لي انه من بعد هيدا بيقول لي انت، قال لي شغله مستحيل انساها بتزعلني بس انه قالها. قال لي انا I'm a professor in a university، وانا اذا حامل تكست بوك موضوعه psychology او psychiatry، بتعرفي انت اوقات بالتكست بوك في موضوع انه an example of a person who has كذا عنده هالsymptoms. فقال لي انت you are an example in a textbook. انت كل symptoms of something called chronic anxiety disorders you checked them. فخلص انا I have a label on top of me. I have chronic anxiety disorder. How to heal this؟ بدك تاخدي 4 kinds of medicines وصف لي اياهم. طبعا هدول الادويه ما فيك تشتريهم هيك من الصيدليه، بدك you have to get ورقه من الحكيم. اعطاني اياهم، في منهم يعني ليكزوتانيل which is انا بعرف انه جدي بياخده لينام لانه يعني دواء منوم، بريستيك، وبعد 2 ما بتذكرون كثير، بس هدول اول 2 بتذكرون اكثر شيء. وانا بطبيعتي من النوع اذا انا وجعني راسي ما باخذ حبه بنادول، بشرب مي بطلع بمشي لحتى يروق وجع راسي. طب وانتي الدكتور معلش لما قال لك ان انتي عندك chronic anxiety disorder، في اللحظه دي حسيتي بايه؟ بتصدقي باللحظه منها انه ارتحت، لانه خلص a doctor a professional قال لي انه انت عندك anxiety، انت عندك a disorder. انت ما عندك مثلا مشكله بالقلب، انت ما عندك مشكله بالتشست، ما عندك مشكله براسك، ما عندك مشكله دم او مشكله يعني بعيد الشر يعني اي مشاكل صحيه، لا مشكلتي مش صحيه، مشكلتي is mental. فانا ارتحت انه خلص انا I know انه I have a mental issue. I don't have a health issue which is يعني why do I feel like my heart is pumping so fast؟ طب my heart is pumping يعني it's مشكلة قلب. بس لا يعني part of me طمن انه okay I have chronic anxiety disorder. بس part of me طبعا زعلت، بس انه more of راحة than قلة راحة. knowing that than never knowing. صح. مهم مثل ما قلت لك انه الحكيم وصف لي 4 ادويه، نزلت على الصيدليه اشتريتهم ورحت على البيت. وبتذكر بفترتها قال لي الحكيم يعني شرح لي على الادويه، قال لي انه في ادويه رح تنومك وفي ادويه you're not gonna feel comfortable for 2 weeks، فانت you have to keep taking the medicine until تقوي، يعني اول فتره من استخدام هالادويه ما حتكوني مرتاحه ابدا. فأنا كمان هيدا الشيء ضايقني إنه كمان I'm gonna feel worse than what I feel with the medicine. المهم
مرق هالنهار. تاني يوم الصبح بالضبط، تاني يوم من ما رحت عند الحكيم، وانا بعدني عم فكر انه انا حاخد الدواء او لا. يعني انا مني مقتنعه انه انا حاخد الدواء، لانه مثل ما قلت لك انا انسانه ما بتحب تاخد ادويه. المهم كنت بالمدرسه، وزميلتي بالعمل كتير بحبها وكتير قريبة علي، وكنا على طول نحكي بمواضيع هيك عميقة، وكانت تقريبا يعني her energy مثل my energy، يعني we click on so many levels. رحت هيك بنص النهار رحت لعندها هيك randomly، فتت لعندها. the moment I walked into her office I started crying. يعني أنا ماني رايحة بنية إنه أحكي لها، بس ما بعرف في شيء جواتي قال لي إنه ما رح روحي عند فلانة. رحت لعندها، وشو إنه فت لعندها قعدت أبكي 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 أبكي، وهي انصدمت إنه ليش هاي فايتة لعندي وعم تبكي، إنه what happened who is not okay. إنه اهدي عادي، شو المشكلة شوي شوي، وهون افتح قلبك. هون خبرتها كل شيء، خبرتها انه انا هيك بيصير معي. طبعا انا بجرب انه خبي انه انا عندي anxiety قدام الناس. هلا sometimes it doesn't work، لانه اوقات بيجيني anxiety قدام الناس which I cannot control. المهم هي ما كانت تعرف هالموضوع بالذات، فخبرتها بالتفصيل اللي صار معي، وخبرتها انه انا كنت قبل بيوم عند الحكيم، وخبرتها الادويه اللي اعطانيهم. وانا وعم بحكيها وهي تعمل لي هيك براسها، تهز راسها انه مثل كانه she's acknowledging and she understands what I'm going through. which أنا هالشي استغربته، لأنه أنا كنت لما أشرح لجوزي أو أي حدا معي حدش قادر يستوعب، ما حدا عم يستوعب إنه أنا اللي عم بمرق فيه، ما حدا عم يستوعب. فهي هيدا النودينج كتير كان عم بيريحني أنا وعم بحكيها. طبعا يا جماعة انتوا شايفين ان الانكزايتي مش سهلة، فمش اي حد يطلق على نفسه انا عندي انكزايتي ديس اوردر وانا خلاص بدون تشخيص من حد بروفيشنال، لانه الموضوع مش سهل ابدا ومش بسيط. فبلاش ندي لنفسنا تايتلز ونعيش فيها وهي اصلا مش موجودة. انا على فكرة انا كإنسانة كتير يعني مرحة وفرحة وبحب الحياة يعني، بس يعني واحد بيمرق بظروف بتقويه وبتخليه يكون أحسن وأقوى. أكيد ويفرح أكتر وينبسط أكتر بالحياة. المهم رحت ففت لعندها قعدت أبكي. فالمهم هون هي بلشت تحكي لي قصتها. أنا حكيت قصتي، هلأ هي عم تحكي قصتها. هي قصتها كانت باختصار إنه زوجها كان عنده مرض معين بالمعدة، وغير انه المرض كان عنده كمان انكزايتي، وكان عنده يحس بالشعور بالضبط اللي انا حس فيه، وما كان يفهم شو هو. يرتاح بس لما يشوف يعني يسوق بالسيارة على المستشفى، وبس يوصل على باب المستشفى يرتاح انه هيز اوكي ويرجع. صارت معه كذا مرة، وانا ما بعرف على فكرة I don't know if I mentioned it، بس انا كنت كمان في ايام زوجي يمشي فيني خلص قل له انا بدي اروح على المستشفى، انا I'm not okay، انا I'm going to die، هيك قل له. متوترة، قلبي عم بدق، قلبي حيطلع من محله، هون في مثل pressure on my chest. قل له maybe it's a heart attack، خدني على المستشفى، نروح على المستشفى انا وزوجي. كذا مرة يعني صار معنا هالموقف انه اضطرينا نطلع بالسيارة نروح على المستشفى، لانه because of my anxiety attack and panic attack that I was going through. وكنتي بتخشي المستشفى ولا برضو بس في ايام تشوفي المستشفى وفي ايام لا، انه خلص اوكي ما راح انه خلص اوكي يو ريلاكسد نرجع على البيت. فعم بقول لك هيدي زميلتي بالشغل كانت تقول لي نفس الشيء يصير مع زوجها. هي تسوق بالسياره تاخذ زوجها على باب المستشفى، يروق يرجع على البيت. كان عنده هالانكزايتي اللي هو مش معروف هو شو عم بيحس، ما عم بيعرف يحس فيه داخل مثل انا يعني vibrations، he's just vibrating from inside. والمضحك انه راح عند نفس الحكيم السايكايترست وخبره قصته، وعطاه ليبل كمان الحكيم of chronic anxiety disorder، ووصف له نفس الأدوية اللي وصف لي إياها. فيعني تخيلي what are the odds إنه هيك يصير عن جد. يعني هي بتحسي والله أوقات ربنا سبحان الله بيبعت لك إشارات وأنت you have to هيك تلقطيها على الطاير.
فالمهم هي هيدي زميلتي النفس، يعني حياتها ستايل حياتها مثلي، انه من نوع ما بتحب ابدا تاخذ ادويه، ومن نوع انه نحن بنرجع للطبيعه، بنرجع للاكل، بنرجع للاساس. فطبعا هي اشتروا الادويه بس جوزها ما اخذ ولا حبه. هي صارت عملت ريسيرش على الادويه وشو السايد افكتس وشو البروز اند كونز وكيف ممكن يفيدوا لجوزها، وشافت انه هيدا الدواء ما حيفيده. وقالت لي جمله مستحيل انساها، قالت لي انه الانكزايتي او اللي كان عم بيعيشه مثل الجرح، فالدواء اللي حياخده بس it's like a plaster on the جرح. فهو it's not healing الجرح، it's not يعني هو it's not healing the cause of the جرح. نحن بس عم نحط بلاستر، بس نحن مش عم نداويه سببه. like a painkiller. like a painkiller exactly. فقالت لي انت نفس الشيء، يعني انت ما عم بتداويه لجرحك، انت بس عم بتغطيه. يعني you're masking your feelings, you're masking your emotions. بالعكس قالت لي انت لازم تتعايشي معه، تتعايشي معه to overcome it in different ways. طبعا كل واحد عنده طريقه اللي بتريحه، بس انا I had to find my way اللي انا بتريحني. فانا من بعد قعدت معها، طبعا قعدنا شي ساعتين نحكي، من بعد قعدت معها حسيت انه انا خلص. فهيدا جوزها لهيدي الست صار يشرب سيلري جوس every morning، صار يعمل ديتوكس لجسمه، لانه ممكن الجت تبعه هو عم بتسبب له هالمنتل هيلث، هالمنتل ايشو. وطبعا صار يعمل غير اشياء، يعمل رياضه، يركز على التنفس تبعه، يسمع موسيقى هيك بتريحه، يطلع بالطبيعه. فانا من نهارتها I felt مثل a switch I turned it on and off. بس دي كانت إرادة منك؟ إرادة كتير قوية. The moment I left her office and I went home، رحت لعند جوزي قلت له أنا بدي أشوف شو السورس of food اللي أنا عم باكله، بدي انتبه لرياضتي، بدي أصير أعمل رياضة. وهيك صار. بلشت أعمل journaling ودايري. أنا كنت أعمل على فكرة من قبل دايري، I used to write on a regular basis، بس because of anxiety صرت وقف واكتب، فرجعت على طول أعملها. معلش، موضوع الجورنالينج ده مهم جدا. يعني أنا بشوف إنه الجورنالينج ده بيساعد الشخص إنه لما زي ما بنقول كده بيكب كل اللي جواه على الورقة، صح. بيخليه كب أكتر عن ما هو كمان شايفه، صح. وبيساعده أكتر في العلاج، صح؟ نعم، لأنه مثل ما بيقولوا هو it's a place where there's no judgment. exactly. يعني ما حدا قاعد عم is judging you أو is labeling you أو عم بيقول إنه اف شو بها هيدا، عرفتي؟ لا بالعكس، it's a place where أنا كل شيء فيه بنفسي عم بكتبه، كل شيء فيه بنفسي عم بكتب على هالورق. وعن جد يعني عندي وراء، يعني حتى عندي دايريز كتير كتبت بالجورنال، مش شوي، كتير كتير كتير. يعني عندي وراء قد ما كتبت تصير يعني in the process I'm in the process of healing. على البكا طبعا يعني، فبتلاقي هيك في نقط ماي انه it's بحب انه لما ارجع لما نشوف انه واو I changed so much. فالمهم صرت اعمل journaling regularly، اعمل every day كنت افكر باشياء I'm grateful for واكتبها. اكتب 3 things what am I grateful for today. ابسط الاشياء، ممكن كبايه مي مسقعه هيك من بعد طلعتي بالشوب، يعني small things كنت ركز عليها. يعني كنت اقعد افكر انه انا هلا قاعده what am I grateful for، انه I'm grateful for my jacket هيك بدفيني، او my socks هيك I feel warm، او عرفت هيك اشياء. وبعدين حطيت نفسي بمحل انه اوكي، صرت اقول لحالي انه انا جوا دائره وانا قاعده بنص هاي الدائره، وهي الدائره اسمها anxiety، وحواليني كل شيء فيه anxiety والسيمبتومز والايموشنز اللي انا بعيشها. وانا لاطلع من هالدائره لازم امشي، يعني انا بالنص ولازم امشي لاطلع على المخرج. لسه انا وعم بمشي to the exit انا ستيل رح اعيش شوي هالمشاعر وهالايموشنز اللي كنت فيها. يعني it's not خلاص acceptance، you're accepting، I'm accepting انه انا I'm gonna feel this way، بس انا I'm gonna let it go. يعني انا حكون قاعده I'm feeling anxiety، I'm gonna take it in, breathe out relax، وعادي just accept انه it's just coming to say hello. I'm gonna let it come, pass through very يعني برواق.
فخليت عقلي كتير يسيطر، خليت هيك كون قوية إنه أنا I'm not gonna give it attention until I reach the exit door. فأنا خلص حسيت حالي بهيدا المايند سيت، وفعلا هيك صار. اشتغلت كتير على حالي لحتى أطلع من اللي أنا كنت فيه، والحمد لله كتير اشتغلت على حالي. الأكل كتير ساعدني، حسيت إنه عملت ديتوكس، نظف جسمي من، لأنه يعني نحن أكيد جسمنا معبى سموم ونحن كمان ما بنعرف فيها. our liver كتير بيمتص سموم، فعملت liver detox إذا بدك يعني through the food. كل يوم كنا نشرب celery juice every single day، أعصر celery juice أشربه. يعني هو شيء كتير مش طيب، بس إنه كنت أعملها بهدف إنه أنا I'm healing, I want to heal. طيب لو حبيتي تشرحي القلق لشخص ما جربش من قبل كده انه يبقى في حالة anxiety، تشرحي ازاي؟ ليكي هلا نحن بطبيعتنا على طول عنا انكزايتي. يعني انا بعدني لهلا بيمرق معي بالنهار بيصير اشياء، هو شعور طبيعي كلنا، يعني كلنا بتسبب لي انه انا عندي توتر، لانه مثلا ابني مرضان، بعيد الشر عنه، او اللي هو يعني في اسباب. بس لما يكون unexplained، لما تكوني انت قاعده وما في اسباب تعمل لك قلق وتوتر، ساعتها هون بيطلع لك الكويستشن مارك. يعني اللي انت عايزه تقوليه للناس انه الانكزايتي ممكن يجي ملهوش explanation، يعني ملهوش اسباب واقعيه الانسان يقدر انه يقول، زي ما انت خدتي وقلتي انك عشتي وقت طويل وات افس. صح. فدي في حد ذاتها وات افس دي. صح. يعني لما الواحد بيجي يشوف مثلا كل فكره من الافكار اللي موجوده، بنبتدي نحلل كل فكره، نشوف الفكره دي حقيقه اتس رياليتي ولا اتس من محض خيال مظبوط الكاتب. مزبوط. يعني طيب، هل خلينا نرجع شويه تاني لايام ما كنتي في الجامعه مثلا او في الشغل، هل الانكزايتي حسيتي انها اثرت على حياتك دراسيا، علاقات، في الشغل لما كنتي في الشغل؟ يعني انتي اخدتيها من بدري قوي. ليكي ما حكذب عليكي واقول لك لا ما اثرت علي، بلا في كتير ايام يعني ما اطلع من البيت لانه انا خايفه السوق وروح هالطلعه، او انا متوتره من الجاذرينج، ما اقدر اركز على الدرس او ركز على شغلي، لانه انا بهال ساعه I'm having some stress, I'm feeling some stress. فبلا أثرت كتير علي بالأيام العادية طبعا، لهالسبب أنا خلص اضطريت إنه روح عند حكيم، لأنه it's interfering with my daily life. عرفتي؟ it's مش إنه خلص أنا متوترة لأنه يمكن تشتت الدنيا ورح يسكروا الطريق وما بعرف شو حيصير برا، لا أنا متوترة لأنه ما بعرف ليش متوترة، لأنه هيك إنه. ولما قلتي إن أنتي كنتي مثلا بتبقي ستريسد من الطلعة مع صحباتك والجاذرينج، طب ايه اللي كان بيخليكي ستريسد او عندك انكزايتي من الطلعة، على الرغم ان انتي شخص سوشيال وحابة ان الناس تكون حواليكي كسيفتي بيهيفير؟ ليكي هيدا الشيء اللي كنت انا كمان استغربه، انه sometimes حس انه انا لازم يكون في حوالي ناس ليريحوني، و sometimes اذا في ناس حوالي بتوتر. يعني I couldn't explain really الشعور بالضبط. يعني أنا كنت ارتاح لما أكون رايحة على جامعة فيها كل أصحابي، بس بنفس الوقت أنا خايفة يروح على هالجامعة يصير معي شيء. فعرفتي ما كنت أعرف بالضبط أنا which one is which، يعني which one is causing me anxiety. هل is it the process of me driving to get to the قعدة؟ is it the process of me أقعد بالقعدة وفجأة يصير معي هالبانيك أنا وقاعدة و I cannot explain to the people إنه شو بها، ليش هيك، شو صاير معها. it was يعني يصير both ways يصيروا هالمشاعر. طيب في يعني زي activities أو مواقف معينة في حياتك تفتكري
انها مثلا كانت موقف ميجر قوي خلاكي بجد تحسي انه الانكزايتي خلص وديتك في حته تانية زي ما بيقولوا؟ ليكي ايه مثلا هلا هي بتذكر صارت وقتها كنت انا وجوزي قاعدين بالاوضه القعده عم نتغدى وحاطين تي في شو كنا عم نحضره واتس ا فاني وان فريندز كنا عم نحضر يعني everyone knows friends it's a funny TV show يعني خفيف لطيف منه no action قاعدين عم نحضره وانا محضره الغداء وقاعدين وفجاه انا وعم بتغدى هيك حسيت خلص قلبي رح يوقف there's so much pressure on my chest توترت وبلشت ارجف واعرق بنفس الوقت وقلت له لجوزي خلص انا في شيء عم بيصير قال له في شيء عم بيصير انا ما بعرف شو بدي انا ما بعرف شو خلص قوم ما مش قادره اقعد على الكرسي I cannot sit still فهيدا الموقف كتير هيك حسيت انه يعني تخيلي انت قاعده عم تتغدي بامان الله ببيتك مع جوزك وعم تحضري التي في something funny انه why panic انه what's happening there's nothing happening فهون مثلا جوزي انه شو بكي انه what's wrong what happened هيك فجأة it's just take it happened يعني حتى الفيزيكال سيمبتومز كانت قوية قوي كتير قوية فما أعرف خلص I cannot stay still ما توتر طيب هاي انت كان حواليكي ناس بتدعمك في ده لما يعني كانوا عارفين او في وقت ما بيجيلك هجمة الانكزايتي هل كان بيبقى حواليكي ناس باكينج يو اب وكده ولا كان في ناس اكتر جادجمنتال او انه مستغربين؟ ليكي هلا اول فتره جوزي كان انه لا كان كتير متعاون معي وبيساعدني لانه مرق معي يعني كان معي throughout فترتي يعني حتى فتره شغلي بالامارات اللي كانت فيها كتير انكزايتي قوي لا كان يتفهم انا اللي عم بمرق فيه وما كان جادجمنتال ات اول يعني كان مثلا ماشي يمسك لي ايدي يعطيني عبطه او يجيب لي مي او هيك يهديني شوي وخلص روق يعني أنا the anxiety كانت تمرق يمكن 2 minutes و I'm done أو 1 minute of هيدا الشعور اللي خلص I'm so anxious a few moments عرفت وتروح هالأتاك فلا كان هو جوزي جدا متعاون يعني وأنا لما كنت كون لحالي مش معه بين الناس وحس هالشعور دغري ابعت له مسج إنه أنا I'm not feeling well فهو دغري يدق لي ويقول لي إنه خدي نفس سلولي طولي بالك ما في شيء إنه يروقني يعني. وإنتي معلش لما روحتي الدكتور في الكويت هل الثيرابي كان من ضمنه إنه بيقول لك إيه اللي المفروض إنتي تعمليه الستبس يعني البريذنج تكنيكس اللي هي معروفة للأنكزايتي اللي هي 478 معروفة في السي بي تي حاجات كتيرة يعني اكسرسايزز كتيرة بتتعمل على أساس إنه لما يجيلك أي هجمة you're ready إنه أنتي تعرفي إزاي تتعاملي معاها بالظبط. فهل ده قالك عليه حاجة؟ لا هو حقيقة عم بقلك بس وصف لي الدواء اللي قال لي عنه وقال لي إنه نحن حنصير نشتغل مع a therapist اللي هي she's his يعني colleague at work وهي asked me to take an appointment with her عشان نبلش بشيء اسمه as you said cognitive behavioral therapy اللي هي بشتغل أنا وياها للثيرابيست عليها بس مش معه هو بالذات لا بس أنا يعني بطبيعة الحال بس كان يصير معي أتاك صرت إنه أعرف أتعامل معه يعني I know how to إنه روق نفسي. هلا طبعا sometimes انت بدك مساعد يعني بتصير أكيد. معك باوقات انه انت you cannot control it and sometimes I was able to control it. بالكيز اللي ادوهالك انه بالتكنيكس هو ما مثل ما قلت لك هو ما اعطاني تكنيكس ما قال لي ولا شيء. طب انا من ورا ماي ريسيرش وريدنج واسمع اقرا عفوا يعني كنت شوف interviews of people with anxiety اقرا كتير online of what it is و how to slow it down how to manage it this is how I psycho education يعني ايه صح تمام. طيب كلميني شوية عن الرسم هل في الفترات دي بقى كلها يعني انتي كلمتيني عن البريذنج تكنيكس والى اخره والهيلثي لايف ستايل كل ده جميل بس برضو انا بشوف انه الشخص لما يكون عنده موهبه لازم برضو يستخدم الموهبه دي في
في الهيلينج بروسيس. صح. فكلمينا شويه ازاي قدرتي. ليكي انا يمكن ما I didn't mention بالاول سؤال انا دي اهم إنه حاجه، أنا انت فنانه طبعاً اصلا. انه انا برسم وانا فنانه، يعني I'm a watercolor artist to be exact. ليكي ياما في ناس اللي بيعرفوني او اللي كانوا يعرفوني بيعرفوني ان انا انسانه رقيقه جدا يا جماعه. كانوا على فكره حخبرك خبريه، بس كانوا يقولوا لي بس كنا بالجامعه، كنت انا عايشه بالدورمز بالسكن الطلاب، وبتعرفي اوقات نحن البنات كان يصير معنا مشاكل مع يعني مشاكل، المهم كانوا يقولوا لي انت دكتور فيل. ما بعرف اذا بتعرفوا له دكتور فيل. دكتور فيل يعني هو بحل مشاكل المجتمع. فتخيلي كانوا حاطين لقب علي انه انت دكتور فيل، لانه مين ما يكون متضايق وهيدا يجوا لعندي يفتحوا قلبهم وانا اصير ساعدهم وروقهم وريلاكس. فتخيلي انه ما كانوا يعرفوا انه انا اللي بدي مساعده. ما هو الدكتور اكيد بيحتاج دكتور يعني. يشوفوني عن جد، يشوفوني مثلا انه برسم وبلون و I do watercolor على فكرة which is a form of therapy. أكيد. It's the most soothing art that helps you concentrate. It helps you relax. It helps you هيك be in the moment. فتخيلي أنا I'm a watercolorist، يعني أنا صار لي بعمل watercolor أكتر من 10 سنين. فاللي بيعرفني إنه بعمل watercolor أول شيء بيقولوا لي واو أنت شو رايقة. قد ايه انت يو ار ريلاكس. تخيلي وانا كنت العكس، انا كان في نار وجواتي وانا مش فاهمه كيف طفيها. مش شايفين ومش عارفين ومش داريين. الوات ايفز. صح، مش عارفين انه انا اللي عم بروح فيه. فالمهم طبعا الرسم كتير ساعدني. وانا على فكره الرسم عملته مش يعني بلشت ارسم مش لانه انا يعني طبعا اللي عنده anxiety بليز يجرب الرسم ويجرب الواتر كولر، يجرب art any form of art. it will heal them it will help them. بس أنا كنت أعمله لأنه it's a موهبة. it's something I'm passionate about. so I'm a person who is very passionate about art. بحب الرسم، بحب الواتر كولر، بحب كل شيء ألوان، بحب روح على المكاتب. I love colors. I love كل شيء هيك full of life vibrant. this is me. والرسم طبعا ساعدني، يعني it's part of my journey. it's part of رفيقي يعني بهالجيرني اللي مشيتها. وكان كتير يعني شيء يساعدني طبعا. هي سبحان الله لما ربنا بيدي حد موهبة أكيد لها استخدام غير اللي هو بيعمله بيها. بيبقى للشفاء يعني. صح. طيب هل كنتي أحيانا بتلجئي لأشخاص أو جروب ثيرابي يساعدك في الانكزايتي؟ لا صراحة أنا كنت من النوع إنه كتير بخبي الانكزايتي اللي عندي إياها. طبعاً unless it happens in public and I'm not being able to control it. بس إنه لا، أنا كنت أكتر شيء إنه ليكي أنا داويت حالي بحالي. فأنا this is something I'm very proud of. إنه يعني لما أشوف حالي إنه now I'm actually talking about أنا شو مرقت فيه وأنا I'm very comfortable ومرتاحة مع نفسي. You get so proud. وحتى بقول عادي يعني أنا I will tell everyone yes I'm a person who had anxiety disorder. I healed. طبعا انه ما فيني اقول لك I healed 100%، بس انا 99.9% yes I'm done. يعني الحمد لله رقنا، عرفتي؟ فكله هيدا بإصرار وإرادة وقناعة وخلص. انه انا ما بقبل على حالي انه انا اكون بهال بابل. وده رد على السؤال. انت رديتي على سؤالي انه ايه اكتر حاجه يعني تتمني تفهميها للناس عن القلق. انه فعلا يعني هي اللي انت لسه قايلاه دلوقتي، انه لازم يكون عندك اصرار وعندك صح. اراده. وهي اي حد عايز يتشافى من اي حاجه صح. بتبقى اراده منه. واتس نوت something اللي بيصير معك يعني انا بحس اللي بيقول لي عنده anxiety لانه عنده سبب، هيدا مش anxiety. اوكي هيدا صح توتر، بس انه هيدا توتر مع سبب بيروح. يعني بس سببك يتحسن. يعني اللي عنده احوال ماديه صعبه بالبيت اوكي بيمرق بفتره صعبه بحياته، بيصير عنده انكزايتي وتوتر وستريس لانه مثلا احواله الماديه مش مزبوطه بالبيت او تعبانين شوي بهالموضوع فبيتعب. اوكي اتس اكسبلين زينا كلنا يعني مثلنا كلنا. بس لما انت تكوني انه
كل شيء الحمد لله الحمد لله انه تاتش وود مثل ما بيقولوا كله جود، كله منيح، ما في مشاكل ابدا. طب وبيظهر فجأة. ليش؟ انه ليش؟ عرفتي ساعتها انه بتقولي انه لا اتس unexplained، يعني ما في سبب لتتوتري. طيب اخيرا اخر سؤال، لو تقدري توجهي رساله لاي شخص بيمر بالتجربه بتاعتك، اوريدي هو في التجربه دي وما راحش شاف دكتور، ما عملش اي حاجه في حياته وبس عايش بيه، وان هو طول النهار بيشتكي انه عنده انكزايتي والى اخره، تحبي توجهي لهم ايه؟ وصلنا بقى للكاميرا وقولي لهم. لكن اول شيء بقول لهم بريفلي، يعني بقول للجميع انه اول شيء ما يحطوا لنفسهم ليبلز، ما يقولوا انه انا انسان معي كذا. مش مهم انا شو معي، مهم انه انا عايش بحالي شوي صعبه وانا بدي اطلع منها. فانا لاطلع منها انا مش رح اطلع منها بيوم وليله وليلتين، انا رح اضطر انه امرق بشوي فترات صعبه لاطلع منها. بس بهالوقت بهالفتره اللي انت عم بتطلع منها بدك تكون عم تشتغل على نفسك. طبعا اذا انا بيريحني الرسم والتلوين والكولرينج، يمكن انت ما بيريحك، يمكن انت بيريحك مثلا تشتغلي تروحي تقعدي بالطبيعه تحت الشجر تسمعي صوت العصافير يمكن. فانت اللي بيريحك اشتغل عليه وكيب اون دوينج ات ورايت داون يور ثوتس. عن جد واحد لما يكتب مشاعره بتحسي مثل كانه خلص طلعتيهم من جسمك، بطلوا جوا، فخلص they are out, they are released. كبيهم زي ما بيقولوا، كبيهم لما تطلعيهم and you release لما تكبيهم خلاص بتحسي انه خير تحت. مثل عن جد لما واحد يبكي انه بيكون في شيء مضايقه يبكي، شو بيصير؟ بيرتاح اكيد كثير بيرتاح. فنفس الشيء الكتابه بالجورنالينج كانت تريح كثير مريحه. وطبعا الواحد يتطلع على الحياه بطريقه انه يا جماعه الحياه حلوه والله جميله. والله نكون كتير ممتنين و very grateful for the smallest things. والله عندك حق. أنا دايما بحس إنه كل إنسان مهما كانت ظروفه لو ركز بس بشوية وعي للي حواليه، صح، على الأقل حاجة وأقرب حاجة لينا إحنا هي الصحة. صح، يعني لو صح. أنت صحتك كويسة وبتقوم الصبح بتتنفس وبتمشي، صح. دي في حد ذاتها فعلا. نعمة. فعلا. في ناس كتير مش عندها. مظبوط. فلو الواحد بس بص لكل حاجة في حياته بنظرة، أنا مش هقول شخص إيجابي وماشي إيجابي على الأرض وبتصفر وبتغني، بس على الأقل إن أنا لما أشوف، عارفة عندنا مثل مصري يقولك اللي بيشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. صح. فلو الواحد عاش بالمنطق ده شوية ولو بسيط، صح، وبرضو هو عايش برضو عارف إنه عنده انكزايتي وكل حاجة، بس زي ما انتي قلتي بيشتغل على نفسه، ولازم يشتغل على نفسه ويكون هو اللي عنده الإرادة. صح. ما ينتظرش إن حد يديله الدواء أو يعالجه بدون ما هو اللي يطلب ده. صح. وعلاجنا بإيدنا، مش مع حكيم وبحبة دواء. حبة الدواء ما حتعالجك كل حياتك أبدا. مظبوط. رح تغطي على مشاعرك هيك مبدئيا، وبعدين حترجع لك. هي عامل واحد من العوامل. صح. إن هي تساعد، عامل مساعد. فأي فقط. حدا عن جد هو consistency is key. exactly. بدك تصح، بدك تداوي نفسك، المنتل هيلث تبعك يكون مزبوط يصح، بدك تضلك كونسيستنت. يعني انا مش اكتب بالجورنال يوم وبكره وبعد بكره وخلص ما صار لي شيء. لا، كونسيستنسي طبعا. انا عندي بالنوت بوكس يعني 7 8 10 20 نوت بوكس they're filled with writings and notes. مشاعري يعني عندي papers تلوين لتقولي بس. فواحد يضل consistent. بدك you want إذا meditation أو هيدا التأمل بيريحك، أوكي عملها، بس كل يوم 5 دقايق 10 دقايق بيريحك عملها. A walk in the garden makes you feel less stressed. Do it every day. بس you have to be persistent and consistent. ما توقفوا، لأنه هيدي الإرادة هي كمان it's part of the healing process. العامل الأساسي أصلا طبعا. يعني you need the drive. exactly. خلص مثل اللي بده يضعف، بدي أضعف، بدك تعمل أشياء لا تضعف. صح. وما حتضعف بنهار وليلة، بدك توقف أكل وتعمل رياضة فنفس الشيء هالموضوع. صح. بدك تعمل كذا شيء وتضلك ماشي عليهم لحتى صح. إن شاء الله يتعافوا. أديكوا شفتوا احنا ما قلناش حاجة. هي قالت لنا كل حاجة، وبس نطلع من الموضوع ده إنه من فضلكم الفيديو ده اللي هيسمعه
يبقى فاهم انه لو اللي هي كل الاعراض اللي قالتها والحكايه كلها لو ده مش موجود عندي، اذا انا مش شخص عندي anxiety disorder. هو anxiety عادي، انا بيجيلي وغيره بيجيله في اوقات معينه. فبلاش ندي تايتلز، لان التايتلز لما باخدها وبحطها هنا خلاص ممكن انا اعيش فيها وابتدي اتحول ليها. فبلاش يا جماعه بليز ارجوكم بلاش ادي لنفسي تايتل هو اصلا مش عندي. شكرا ليكي ويعطيكي الف عافيه. شكرا كثير نورتيني بجد. ثانك يو. واتمنى لك كل الخير والتوفيق يا رب. تسلمي. ثانك يو الك، وانا كثير مبسوطه انه حكينا مع بعض بالتفاصيل بهالمواضيع، انه ان شاء الله نقدر نساعد الناس ونقدر نساعد الناس اللي عم بتمرق بفتره صعبه، وبتمنى الشفاء للجميع طبعا. يا رب يا رب. شكرا. شكرا ليكم، اشوفكم دايما على خير. باي.